النهارده بنسجل حلقه جديده من برنامج ذكاء العلم نشره. اتبع لفريق رساله ستيم هيدبرز. البرنامج ده مهتم بانه يساعد الطلاب عن طريق انه يقدم لهم سيشنز عن المسابقات والسمر بروجرامز والمنح اللي تهمهم، وكمان يغطي كل الاسئله اللي ممكن تيجي في بالهم، وكمان يساعدهم في البروسيس بتاعه التقديم وهكذا. احنا النهارده بنسجل حلقه جديده عن سمر بروجرام اسمه بايونير. يمكن هو غني عن التعريف، كلكم عارفينه. النهارده معانا حبيبه سرور، وهي اللي هتقدم لنا السيشن دي. اول حاجه حبيبه حابين ان انت تعرفيها بنفسك. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى ان تستفيدوا من السيشن النهارده. انا حبيبه سرور ستم عادي، ثالثه سينيور 24. كنت في بايونير السنه اللي فاتت، سبرينج تو سمر تيرم، اللي هو كنت computational physics. ده في فيلد concentration، يعني concentration بيضم الفيزيكس والماث computer science. انا برضو يعني لو هنتكلم عن موضوع الريسيرش كنت فاينالست جلوبال فاينالست ايسا في السنه اللي فاتت، وبرضو يعني كنت بروجرام تاني او يعني ممكن نقول تيم تاني اسمه يوستاين جورنال او YG، برضو ليه علاقه بالريسيرش وكده. كنت بمنتر individuals على موضوع الريسيرش وازاي يكوندكت ريسيرش from A to Z ويعملوا ريسيرش بيبرز بتاعتهم. بس تمام، احنا مبسوطين جدا مبدئيا يا حبيبه انت معانا النهارده. بنتمنى ان السيشن تكون مفيده للناس، وانها تكون يعني تساعدهم عامه في البروسيس. طيب، اول حاجه خلينا نبدا نتعرف ايه هو السمر بروجرام اللي هو بايونير. تمام. بايونير هو عباره عن ريسيرش بروجرام. هو الاونلي اكريديت او فولي اكريديت بروجرام موجود. فولي اكريديت بمعنى ان هو بيديكوا كريدت، كوليدج كريدت، كانك كنتي في جامعه وخدتي كورس هناك. يعني مثلا لو عندكم اي حد في جامعه او كده بيعرفوا مثلا ان كل ماده ليها كريدت او حاجه زي معينه كده، كريدت 2 3 او كده. هم كوليدج كريدت، هم تبع جامعه اوفرلاند في امريكا، هم مسؤولين عن كل حاجه. ايه هو البروجرام بقى، تفاصيله كده. احنا بنبقى مجموعه، احنا بنبقى ناس شغوفين بالريسيرش عامه، وايه هو الريسيرش وايه كل حاجه. يعني عندنا بيسكس ريسيرش عامه، وبنبقى بس باشنت ان احنا نكتب ريسيرش بيبر. بنتعلم شويه عن توبكس معينه، وبعد كده بعد ما نتعلم عن التوبكس دي بنبدا نكتب ريسيرش بيبر بتاعتنا. بيبقى معانا ريسيرش بيبر كامله نقدر نحطها نببلش في اي جورنال تاني. وفي احتماليه مثلا، يعني مثلا they listed on their website ان 3% من كل البيبرز بتجيت ببلش في الجورنال بتاعته، بايونير جورنال. وهي يعني مثلا ممكن نقول ان كل كلاس مثلا او كل حاجه بيطلعوا منه شخص بيعمل له يعني البيبر بتاعته بتجيت ببلش في الجورنال بتاع بايونير. هم عندهم بروجرامز كتير حرفيا في كل الفيلدز، مش ستام فيلدز بس، عندنا فيلدز الهيومانيتيز. يعني مثلا يعني انا اعرف حد مثلا كان الريسيرش كونسنتريشن بتاعه البيلدينج، يعني البيلدينج اركتكتشر عامه عامل ازاي. مثلا عندك فيلد يعني مثلا حاجه بتميكس بين السبورتس والستام، وعندك حاجات بتميكس بين الرايتنج، interdisciplinary، حاجات بالتيتشنج، حاجات بحاجات كتير. فهي مثلا يعني مش حاجات ستام بس، يعني انت مثلا لو شخصيه مش شغوفين بس في ستام، شغوفين بالرايتنج عامه، شغوفين يعني بالهيومانيتيز او حاجات زي كده، فهو البروجرام ده حرفيا بيضم اي حاجه ممكن تلاقي عليه ريسيرش بيبر موجوده. هتلاقي موجود عليها يعني مثلا concentration تقدر تتضم عليه. طيب تمام. مثلا لو انا شخص مهتم بالبروجرام ده، فايه هي الشروط اللي المفروض تكون متوفره فيا عشان اقدر اقدم عليه؟ اوكي، هو ما فيش شروط يعتبر، هم بس عايزين يشوفوا ناس باشنت على الريسيرش ومستعدين يعملوا ريسيرش. فاحنا ممكن نقول هم بيطلبوا الترانسكريبت بتاعك وانتوا شغالين. فالترانسكريبت بتاعك مش محتاج منك مش طالبين مثلا جريد معين، ما تكونش يعني تكون جايب فوقيه او كده. يعني مثلا تكون جايب جريد يدل ان انت تقدر تعمل ريسيرش لوحدك، او بمعنى تقدر تعمل ريسيرش. فانا الGPA ما بيفرقش كتير، او يعني مثلا يعني ما تكونش جايب مثلا جريد قليل وتقول مثلا انا هقدم على الريسيرش ده وما عندكش مثلا اي حاجه تدل ان انت فاشل عليه. انت بس تكون حاجه بتدل ان انت اكاديميكلي تقدر تكتب بيبر. ويعني مثلا اكاديميك تقدر تكتب بيبر، مثلا عندك شويه معلومات، مثلا جريد مثلا ما تكونش مثلا مقدم على يعني concentration math وجايب في جريد وحش قوي مثلا، هكذا. فهو بس ميكس بينهم الاثنين. وبرده مش بيركزوا على جريدز قوي. اعرف حد برده او اعرف ناس يعني ما كانوش مقدمين بجريدز عاليه واتقبلوا عادي. هي بس اهم حاجه بس ان انت تكون passionate about الريسيرش وتبين ده في الابلكيشن بتاعك. طيب بالنسبه للسن، هل انا المفروض يكون عندي مثلا سن معين عشان اقدر اقدم، ولا اقدر اقدم عامه؟ هو على الويب سايت بتاعهم يعني على حسب معرفتي ما فيش حاجه بتدل ان في ايج ريكويرمنت او حاجه زي كده. يعني مثلا انا كنت فاكره ان الايج مثلا ممكن يكون واقف على 17 18 اخره، بس انا مثلا جيت اقدم دلوقتي انا 18 داخله على 19 كمان. فاللي هو ما فيش ايج ريكويرمنت خالص. هو بس اهم حاجه عنده ان انت تكون عندك البيسكس بتاعت الحاجه. يعني مثلا ما تكونش مثلا داخل على فيلد ستيم مثلا. يعني نرجع تاني للكونسبت الماث، داخل على حاجه مثلا عايز تعمل ريسيرش في الماث،
وانت ما عندكش مثلا بري كالكولس مثلا، او ما عندكش حاجه تساعدك في الريسيرش ده. عايزينك تبقى عارفين على الاقل البيسكس بتاعت الحاجه، بمعنى ان انت تكون بس داخل بتعرف معلومات جديده كده كده. انت مش بتدخل عارف اي، يعني انت بتدخل تسمع الناس من الكولج بروفيسورز. يعني ممكن قدام شويه هنتكلم على السمستر او الطريقه ماشيه ازاي عامه، بس الفكره ان انت بس تكون عندك البيسكس بتاعت الحاجه. في سؤال برضه حاجه نمشي في الابلكيشن، هيقول لك مثلا ايه الليفل اللي انت وصلت له في الماث او حاجات زي كده. فهو ده من ناحيه السن. اما فانت ممكن تكون مثلا لو انت سيلف ستادي مثلا عندك 14 سنه وعارف مثلا عايز تعمل ريسيرش في الماث مثلا، وعندك بيسكس، عندك البيسكس اظن تقدر تقدم. فوق كده اظن مش فوق قوي، ده في الهاي سكولز برضه، فهو ممكن نقول اخدنا 18 19 سنه. طيب تمام، ممكن ناخد طيب تور جوه الابلكيشن ونشوف الابلكيشن بتاعته كده. احنا لو مثلا لما بنيجي نقدم، احنا الاول لو ممكن ندخل بصه سريعه مثلا على الويب سايت ذات نفسه، بيبقى فيه ايه وكده. ده الويب سايت بتاعهم، لما نكتب بايونير اكاديميكس على طول باين عندكم، بس يعني بايونير اكاديميكس او ريسيرش بيطلع. ده بيبقى فيه مثلا ده شويه معلومات تقدروا تبصوا عليها، مثلا شويه statistics، شويه حاجات. بس يعني احنا لما نيجي نعمل ندوس ابلاي بيجيب لنا على ويب سايت تاني. يعني مثلا انا عامله اكونت، فهو اوريدي بيطلع لي الاكونت بتاعي، فانا ممكن اوريك على طول الاكونت بيبقى عامل ازاي. هو على العموم لما بنيجي نبتدي بيبقى عباره عن اللي هو بيطلب منك شويه، يعني اسمك ايه، الايميل بتاعك ايه، اسم الايميل بتاعك ايه، وانت مولود سنه كام. بس هو بيعرف شويه معلومات. بعد كده هيبعت بن معين هيبداوا يشوفوا فيه انت يعني عشان تعمل فيريفاي للايميل بتاعك. بعد ما تعمل فيريفاي للايميل بتاعك هيفتح لك البتاع نفسه كده، يديك اللي هو شويه بيرسونال انفورميشن بتاعتك كده، تدخل على الابلكيشن ذات نفسه. يعني مثلا ده الابلكيشن بتاعي بتاع السنه دي يعني، او 2024 بايونير ابلكيشن. هنعمل اوبن ابلكيشن. عندك دي الحاجات اللي انت بتبقى محتاجها عشان تكمبليت الابلكيشن بتاعك. عندك الاونلاين ابلكيشن اللي احنا بنبدا دلوقتي، unofficial high school transcript. انت مثلا عندك، بما احنا بناخد ريبورتس او بناخد جريدز عامه، انت بترفعها. بعد كده بترفعها مثلا، بعد كده هنتكلم قدام شويه. بعد كده الاوفيشال هاي سكول ترانسكريبت اللي هو الكونسلر او الشخص المسؤول عن ان هو يرفع الحاجات دي، هو اللي انت لو خدت اي سي تي، ايلتس، اس اي تي، اي حاجه من دي، بتعمل لها سكرين شوت مثلا التست بتاعك في اسمك بتبعته. ده مش شرط خالص انت تبعته انا صمت من غير اي سي تي او اي حاجه. فهو بس ده حاجه اوبشنال تقدر تقدم عليها لو انت اصلا امتحنته او حاجه زي كده، بس هو زي ما قلنا مش مهم يعني خالص. تمام. الحاجه الثانيه ده انت بتكمبليت الاوفيشال ماتيريال اللي انت بتبعت لهم. اول حاجه الهاي سكول ترانسكريبت زي ما احنا قلنا. انت بيبقى فيه عندنا مثلا في المدرسه عندنا حد اسمه سكول كونسلر. يعني في ستام موضوع معروف شويه في السكول كونسلر، عندنا حد اسمه سكول كونسلر بيبقى لكل مرحله او واحد على حسب المدرسه. لو انت شخص ما عندكش سكول كونسلر عادي ما فيهاش حاجه. سكول كونسلر ده عامه هو بيبقى مجرد تيتشر، هو بس بيبقى مسؤول يعني مثلا قدام بايونير او حاجه زي كده، ان هو المسؤول ان انت يرفع الماتيريالز بتاعتك. هو شخص موثوق يرفع مثلا الترانسكريبت بتاعك او حاجه زي كده. وتيتشر اسسمنت يعني مثلا ممكن نقول انها زي recommendation letter او حاجه زي كده، بس يعني بتاسس يو از ا بيرسون. دي حاجه جديده اصلا، لسه جديده في الابلكيشن موضوع التيتشر اسسمنت ده، ما كانش موجود قبل كده، ودي حاجه لسه جديده محطوطه في الابلكيشن يعني. ودي حاجه في صالحكم عامه، عشان بتدل ان انتوا كشخص بتشو يور انترست، وادوها مثلا لو مش عايزين من سكول كونسلر او ادوها لاي تيتشر تاني يشوف بجد يعني يشوف انت كشخص قادر ان انت تعمل ريسيرش ولا لا، وانت قد ايه باشن في حاجه زي كده. تمام. مثلا دي هي الابلكيشن انستراكشنز. هندخل على البيرسونال بروفايل. ده هنا مثلا بيجي يقول لك النيمز بتاعتك، الميل، الديت، رقمك، كذا. مثلا ده كلها personal information. family information the same thing. باباك، مامتك، whatever. باباك، مامتك، اي حد مسؤول عنك. يعني مثلا انت بتحط relation، عندك any siblings applied قبل كده، وهكذا يعني. academic information. هنا ده بقى ده بيجي يقول لك انت apply، يعني انت عندك مثلا في المدرسه وابس لحد فين. هل انت خلصت algebra 1، algebra 2، geometry، trigonometry، whatever، statistics، probability، whatever. مثلا لو انت اي جي مثلا يبقى عندكم انتوا مثلا حاجات معينه في، يعني مثلا في البتاع، فانتوا بتدخلوا تشوفوا مثلا ايه ليفلز لو انتوا في امريكان او حاجات زي كده. يعني احنا مثلا في مصر تختلف برضو من جريد لجريد. انا ما اقدرش اقول مثلا لما تخلص جريد 10 تكون مخلص كذا. ارجعوا مثلا لحد من عندكم الماث تيتشرز بتاعتكم عشان يسالوا.
ده مثلا دي الحاجه اول واحده. ان completed through high school college او university ده حاجات انتوا يعني حد علمكم او اللي هو حاليا جوه school setting whatever بقى كان ايه high school college university او كده. math courses self study يعني في ناس بتحب مثلا تبدا تذاكر او تبدا حتى تعرف introductions على اي حاجه من through self study فيديوهات على يوتيوب courses او whatever. تمام. اول واحده you have already completed يعني انت خلصتها وانت برضه completed. تاني جزئين جزء انت دلوقتي شغال يعني انت مثلا لو انت في جريد 10 وخلصتها دخلت جريد 11 فانت مثلا خلصت الجبرا 1 والجبرا 2 فانت مثلا وبدات تاخد في بري كالكولس فانت مثلا تقول في اول جزء ان انت خلصت الجبرا 1 والجبرا 2 والجيومتري ودخلت مثلا يعني انت دلوقتي شغال في ان انت تخلص بسم الله ان انت تخلص مثلا بري كالكولس وهكذا برضه حاجه انت لسه شغال عليها. وانت مثلا لو عارف اي كمبيوتر بروجرامينج لانجويج تقول يس فاظن هيفتح لك ايوه بيفتح لك كل البروجرامينج لانجويجز اللي موجوده وانت عارف قد ايه فيها يعني انت مثلا بايثون مثلا انا بروفيشن فيها جافا سكريبت جافا سي شارب سي بلس بلس هكذا. ولو في مثلا يعني مثلا لو حد بيشتغل على روبي بيشتغل بسكراتش برضه بيشتغل باي حاجه زي كده برضه يقدر يحطها هنا ويقول برضه والليفل اوف بروفيشنسي اتش يعني مثلا دي الاشهر كمبيوتر ساينس لانجويجز وحاجات الماث دي بس عشان برضه احنا عارفين ان الماث يعتبر البيسكس بتاعت اي ريسيرش بناحيه انت بتعمل statistics انت بتعمل correlation causation او whatever فانت على الاقل تكون عارف البيسكس مش لازم تكون شاطر فيها بس تكون عارف بس البيسكس كده كده ده مش امتحان انت تقدر تعمل ريسيرش على اي حاجه لو انت مش متاكد منها بس انت برضه تكون عارف بيسكس الماث او whatever math وانت داخل. موضوع الكمبيوتر بروجرامينج لانجويجز مش مهم قوي المهم بس يعني انت لو عارف وهتشتغل في حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر او whatever ما حطيتهاش اتس نوت ا بيج ديل بجد ما تخافوش هو عادي. طيب هو بالنسبه للجزئيه حابه اسال سؤال بالنسبه للجزئيه بتاعه السيلف ستادي كورسز وهكذا مثلا لو انا مش بدرس حاجه لوحدي هل ده هيأثر في الابلكيشن بتاعي ان انا اكتب ان لا انا مش بدرس حاجه؟ لا عادي يعني انا مثلا انا كنت في ساعتها كنت اتفرجت على فيديو كالكولس مثلا في مره فانا كتبت ان انا بدات كالكولس بس لسه ما خلصتهاش عادي. في ناس انت ما بداتش عادي جدا هو زي ما قلنا هم مش هيبصوا مثلا عليك كشخص مثلا باشنت جدا about الريسيرش او حاجه زي كده مثلا اللي انت مثلا ما didn't do self study بس انت عندك المات الكفايه اللي انت تشتغل فمش مشكله. انا مثلا انا كنت عارفه انا داخله كاتبه في الابلكيشن بتاعي ان انا عايزه اكتب حاجه ما او whatever حتى يعني فعشان كده قلت بس ابدا اشوف الريلم الكالكولس عامل ازاي بس مش شرط خالص يعني اعرف ناس دخلت في حاجات زي كده وما كانوش اي حاجه ليها علاقه بالماث او حاجه زي كده ان هم بداوا وبس. وفي الاول وفي الاخر يعني مثلا معظم الناس اللي بتقدم في جريد 11 بنكون خدنا بيسكس الكالكولس او بدانا في البري كالكولس في موضوع بدانا مثلا كالكولس في الترم الثاني بصراحه تقريبا بدانا كالكولس في الترم الثاني عم تكوني بدات البروجرام هتكوني انت عارفه البيسكس اوريدي فهو مش شرط خالص انت تكتب حاجه ثرو سيلف ستادي هو ده بس اوبشن زياده. انتوا عارفين في ناس بتحب تفلكس بزياده عن اللزوم ويعني انا looking back انا ممكن بصراحه ما كانش ممكن احط موضوع الكالكولس ده عشان كنت لسه بادئه البيسكس فكان يعني كان ممكن حرفيا ادخل في كورس محتاج كالكولس هيفي وانا مثلا يعني دونت لاي في الابلكيشن بتاعك باي شكل كان ما تكتبوش خالص. فانا يعني الحمد لله كنا خدنا كالكولس في المدرسه فالدنيا مشيت معايا بس انا مثلا ما كنتش يعني عارفه حاجه عن الكالكولس كان ممكن ده ياثر عليا. فالفكره ان موضوع السيلف ستادي ده مش هنقول ان هو ديتريمنتال لحاجه زي كده هو المهم بس ان انت تقول الحقيقه مش هيقول مثلا ده اللي ما عملش سيلف ستادي بس هو عنده كل الماتيريالز الكفايه فهي مش شرط خالص حاجات زي كده بس يعني بس. طيب بالنسبه للجزء اللي هو في المدرسه مثلا لو انا طالب ثانوي عام مثلا فانا ما عنديش حد اساله انا وصلت لحد فين مثلا التيشر بتاع الماث مثلا ما عندوش العلم الكفايه في حاجه زي كده يعني مش زي المدرسين بتوع ستيم او كده فانا ممكن احدد ازاي انا فعلا قطعت شوط من ايه. اوكي يعني مثلا انت ممكن حرفيا جوجل سيرش عامه التوبكس بتاعت الجبرا 1 ايه يعني هي حرفيا الالجبرا 1 هي متقسمه ازاي. فمثلا احنا عندنا في ستيم حتى احنا مش ماشيين بمنهج معين انت شويه تاخدي الجبرا وشويه تنطي على الجيومتري وشويه تخلصي تريج وشويه تعملي حاجات هي مش ماشيه بالتفصيل. بس لو انتوا ثانوي عام او حتى ستيم برضو انتوا سرشوا التوبكس بتاعت الجبرا 1 مثلا ايه مثلا نقول فيها مثلا السلوب وات ايفر او ده او ده او ده فانتوا مثلا تشوفوا فعلا احنا خلصنا مثلا التوبكس بتاعت الجبرا 1 كلها انا كده اخترتها. الجيومتري خلصنا مثلا 90% منها فانا هختارها. الجيومتري خلصنا مثلا منها حبه خلصناها وهكذا. فهو عباره بس عن ريسيرش بس خصوصا ان الحاجات دي اوريدي بري ديترميند يعني مش مثلا الجبرا 1 بتختلف مثلا من حاجه لحاجه. الجبرا 1 هي عباره عن شويه توبكس
معظم الوقت بنكون احنا خدناها او هناخدها او whatever، فهي بتبقى حاجات معروفه، فانتوا بس شويه ريسيرش بس او بسيط. انا بصراحه ما اعرفش الجبر 1 او الجبر 2 كل واحد فيهم مثلا بتتكلم على ايه، بس مثلا تدخل تسرش وتشوف مثلا انا مثلا مخلصه الجبر 1 لحد كذا، الجبر 2 لحد كذا او whatever. بس فبس شويه سيرش بسيط وهيقول لك مثلا انت دخلت بري كالكولس اي بي كالكولس بي سي كالكولس او whatever كالكولس انت فيه. طيب هو انا ممكن لما اجي برضو اتكلم عن الجزئيه بتاعه السيلف ستادي اقول نفس الحاجه اللي قلتها في الناحيه بتاعه اللي انا اتعلمت في المدرسه او كده، يعني باعتبار ان انا اوريدي التوبكس دي هي فعلا عندي برضو من ناحيه مثلا يعني انت مثلا نقول احنا بدانا الجبر 1 مثلا، انا ذاكرت الجبر 1 لوحدي بعد كده خدته في ايوه. المدرسه. لو انا ما ذاكرتش حاجه اصلا لوحدي بس انا اوريدي عارف التوبكس دي من المدرسه، فهل هتتحسب برضو ان هي ضمن السيلف ستادي ولا ما اكتبهاش اصلا؟ يعني لا احسبها. احنا عندنا 2 من الموضوع ده. عندنا اول جزء يعني مثلا ده حاجات اوريدي انت خلصتيها، بعد كده السكشن ده اللي خلصته اوريدي السيلف ستادي. الجزء اللي بعد كده انت اوريدي بتاخده، فاي حاجه ليها علاقه بالماث حتى لو خدتها في ابتدائي او whatever اوريدي انكلودد في اول سؤال. موضوع الابلكيشن ماتيريالز ده مثلا انت بتحط الانوفيشال ترانسكريبت بتاعك، عندك ترانسكريبت كده كده بناخده من المدرسه بيبقى ترانسليتد للانجلش. بس مثلا ده بيبقى ترانسليتد بالانجلش. بعد كده الاوفيشال ترانسكريبت احنا بنحط سكول ريبورت تايتل او whatever ونحط مثلا الشخص اللي بيبقى مسؤول عنه. بعد كده في authorization form بنمضي ان احنا موافقين عن حاجه زي كده. انه بعد كده تمام الكونسلر او التيشر اسسمنت، ده اللي هو الشخص بيبقى الشورت اسسمنت بقى زي ما قلنا يعتبر recommendation letter. هي recommendation letter عامه. الريكومنديشن letter هي عباره عن حرفيا ممكن نقول صفحه او اقل depends عن بس الشخص ده بيدي شويه يعني بيمدح فيك، بيقول عليك مثلا انت قد ايه شخص كويس وحلو حاجات حلوه كده وبس. وبرده additional feedback تقريبا الجزء ده جديد بصراحه ما كانش ايام ما كان اقدم. ممكن تقريبا هيديلك مثلا سكيل تقدم مثلا مثلا الشخص ده كيوريوس قد ايه، الشخص ده ambitious قد ايه من سكيل من 0 ل 5 حاجات زي كده. فمثلا هنا بيقول لنا مثلا هناخد 5 minutes complete فاظنش هيكتب كتير بتاع. بس بعد كده انت هتبعت لهم ميل من الميل نفسه، والديدلاين بتاع الاسسمنت ده 2 weeks after application submission. يعني انت مثلا الابلكيشن بتاعك submit يوم 27/11 معاك اسبوعين من اليوم ده عشان تخلص الترانسكريبت بتاعتك تتبعت سوري الاسسمنت بتاعك يتبعت والحاجات دي. طيب هو ريكومندر لازم يكون تيتشر او كده؟ يعني ما ينفعش مثلا لو انا حد بيلعب رياضه مثلا فخلي الكابتن بتاعي هو اللي يقدم لي الريكومنديشن ليتر او كده؟ لا لازم يبقى subject teacher او high school teacher. هو موضوع ال other recommenders او حاجه زي كده بتبقى معروف اكتر في تقديم الجامعات او كده، او على يعني معظمهم بيبقوا عايزين خصوصا ان ده برنامج اكاديميك، فهو عاوز يشوفك انت inside the classroom او inside الفصل انت عامل ازاي كشخص. فهو لازم يبقى الكونسلر بتاعك او السبجكت تيتشر، يعني مش لازم الاسسمنت ده يتعمل من الكونسلر، ممكن سبجكت يعني مدرس الماث بتاعك مثلا هو اللي يعمل recommendation او الاسسمنت. طب وانا هيكون احسن لي مثلا لو انا بقدم على حاجه ريليتد بالماث ان انا مثلا التيتشر بتاع الماث هو اللي يعملها لي او كده، ولا هي مش تفرق كتير؟ يعني مثلا لو انت هي بتختلف مثلا على الريليشن شيب بتاعتك ما بينه وما بين المدرس. يعني انت مثلا مش هروح مثلا اقدم انا مثلا على concentration الماث ومثلا انا ما اعرفش مدرس الماث بتاعي اصلا، واقول له مثلا اعمل لي ابلكيشن عشان بس هو مدرس الماث بتاعي هو ما يعرفنيش اصلا. فانا كده بقلل فرصي خصوصا ان هو اللي بيبني الابلكيشن. هو بيبني الابلكيشن ده ممكن مثلا في حاجات ما يعرفهاش عني، ممكن مثلا السؤال يبقى بصراحه ما اعرفش الاسسمنت ده بيبقى فيه اسئله قد ايه او اي حاجه زي ايه مثلا. مثلا تقريبا بيبقى فيه في اخر الموضوع كده حاجه بسيطه اللي هو يجي يقول لك اكتب شويه عن الطالب ده. فانت لو شخص انت ما تعرفوش قوي مش هعرف يكتب عنك حاجه، فالموضوع ده ممكن ياثر عليك بالسلب. اما مثلا لو انت قريب من الانجليش تيشر بتاعك فانت وهو عارفك كتير واتعاملت معاك كتير وهو عارفك كشخص ممكن ده عادي، ده حاجه كويسه برضه. اهم حاجه بس ان هو تبقى بس تروح لحد عارفك كشخص. التست كورس ده انت لو امتحنت ACT ايلتس SAT او حاجه زي كده بس الموضوع نون مانداتوري خالص، هو بس بيعرفهم بس شويه معلومات عنه. دخلنا بقى كل دي حاجات معروفه في معظم الابلكيشنز بتاعت البروبلمز. هنبدا ندخل بقى في الحاجات بتاعت بايونير نفسها. دلوقتي بايونير في عنده 2 سايكل، عندنا سايكل اسمها سكيم تو سمر وسايكل اسمها السمر بس.
سبرينج تو سمر هو للاسف الديدلاين بتاعها خلص، بس سبرينج تو سمر هي بتبقى حاجه زي ما الاسم بيقول في فتره الربيع لحد الصيف. هي دي بتبقى فتره بتبقى في وقت الدراسه خصوصا الترم الثاني، مثلا ممكن نقول بتبقى من شهر 4 او قبل كده كمان اخر 3 لحد شهر 7 اخر 7 كمان. depends برضو، مش كلنا يعني مثلا مش كلنا بنبتدي في نفس الوقت، يعني في ناس بتخلص ممكن تخلص شهر 6، في ناس ممكن تخلص شهر 8 عادي. ده السبرينج تو سمر. السبرينج تو سمر ميزته مثلا عنده ميزه وعنده عيب. الميزه يعني عنده ميزه يعني حاجات، يعني حاجات كتير حلوه وحاجات كتير وحشه. يعني مثلا لو قلنا على حاجه مثلا تخصص الوقت، ان الميزه اللي فيه ان انت معاك وقت كتير اكتر ان انت تدايجست الماتيريال، وانت تبقى عندك الماتيريال وفاهم ومثلا تسرش اكتر انت عايز ايه. مثلا يعني مثلا انا كنت سبرينج تو سمر، كان معانا شهر بريك. شهر البريك ده انا قعدت برين ستورم انا عايزه اعمل ريسيرش بتاعي عن ايه وهكذا. الحاجه الوحشه اللي فيه مثلا إن ممكن نقول ان هو بيبقى في وقت الدراسه، وزي ما انتم عارفين ده بروجرام امريكي وبتاع، فالمواعيد ممكن حرفيا يقول لك عندك، انا اعرف حد السيشن بتاعته كانت الساعه 2 بالليل بس عشان البروفيسور ده كان ظابط معاه. وممكن ايام الدراسه وكده. هم برضو يعني انت هتلاقي مثلا في الاديشنال انفورميشن او في حاجات زي كده ممكن يبعتوا لك ميل بعد كده يقول لك ايه المواعيد المناسبه ليك في انت تعمل سيشنز او حاجه زي كده. فالفكره مثلا انه بس الناس مثلا في ناس ما بتحبش تشتغل في حاجات في الدراسه، فده مش يعني مشكله سبنتوس. اما السمر هو بس بيبقى في مده اقل، نفس الكونتنت موجودين على نفس الاثنين، يعني ممكن حرفيا نفس البروفيسور او برضه يعني نفس الكونتنت، يعني مثلا كومبيتيشن فيزيكس ممكن تكون موجوده في سبرينج تو سمر والسمر برضه. فهي يعني الكونتنت واحد، نفس الفايف سيشنز. هقول لكم قدام شويه السيشن بتبقى ماشيه ازاي او بنبقى عاملين ازاي، واللي هو بتبقى نفس الحاجه حرفيا. بس الفكره ان هو في وقت اقل، ممكن نقول مثلا في من شهر 6 تخلص 8، فهي مثلا بدل ما احنا معانا 4 شهور معاكي شهرين تعملي كل الكونتنت. بس نرجع تاني للابلكيشن. حضرنا اي انفورميشن سيشن. ده سؤال previously applied لبايونير، يعني انت مثلا في ناس اعرفها قدمت مرتين لبايونير حتى لو هم اتقبلوا عادي بايونير، يعني المهم بس تكون passionate عليه. وعرفت بايونير ازاي؟ ده بقى اللي انا اتكلم اللي انا احضر يعني ايه سيشن وكده يكون احسن بالنسبه لي، يعني ده ممكن يعلي بروسيسي او يفرق معايا. هو ممكن مش ممكن يعني مثلا هو بس بيشو ان انت انترست في البروجرام. زي ما احنا قلنا البروجرام بجد هايلي سيلكتيف، بجد اعرف ناس بجد قدمت كتير وفي الاخر ما اتقبلوش او حاجات زي كده. بجد الابلكيشن بجد سيلكتيف موت. فانت اللي انت بتشو الانترست بتاعك في البروجرام ده بيدل ان انت يعني انت شخص يعني مور لايكلي ان انت تقدم. معنى ان انت كشخص مثلا اصل البروجرام يعني هنتكلم بعدين ستيب اتقبلت وبعد كده ايه اللي هيحصل او ما اتقبلتش او كده. في هم عايزين يشوفوا شخص مستعد بجد ان هو يحضر، عشان زي ما قلنا البروجرام بجد صعب. وهنتكلم عن انا جوه البروجرام بجد كان متعب بجد جدا، خصوصا ان دي حاجه جديده جدا عليا، في ده كان جديد. فالفكره ان هو بس حوار الانفو سيشن بس بيدل عليك كشخص ان انت مهتم بالبروجرام. طب هو انا ممكن الاقيها فين الانفو سيشنز دي؟ انفو سيشن احنا لو مش هعرف اخرج من الابلكيشن دلوقتي، بس على العموم انت اول ما بتدخل على الويب سايت او بتدخلي على الويب سايت بتاع بسم الله على الويب سايت بتاع بايونير ذات نفسه، انت هتلاقي حرفيا في اول فوق بانر من فوق بوك ان انفو سيشن. حرفيا بتبقى كل اسبوع بيبقى في واحده او ديبيندز مثلا لو مثلا ممكن في اجازه ما يدوش او كده. فهو انت بتختاري ميعاد، بعد ما تختاري الميعاد ده بتديكي arbitrary او مثلا رقم يعني best by ان انت تعملي سبميت الابلكيشن بتاعك قبل الوقت ده. وبس يعني هو بس بيعرفك شويه عن يعني ممكن نقول ان هو سيشن مور ان ديبث عن الكلام ده. هيقول لك بعد ما تقبلي ايه اللي ممكن يحصل، ايه اللي يعني ايه هو البروجرام نفسه، ايه الترتيبات بتاعته، ايه تتوقع ايه كده وهكذا. فانا بصراحه اشجع جدا تحضروا انفو سيشن. هي حرفيا ما بتقعدش ساعه وكل حاجه بتكون خلصانه يعني بتعرفي معلومات كتير قوي وتبين قد ايه انت انترستد في البروجرام، ودي حاجه في صالحك طبعا. تمام. دلوقتي دخلنا بقى يعني بالنسبه لي كان من اصعب الاجزاء في الابلكيشن نفسه. زي احنا في حاجه في بايونير في حاجه اسمها ريسيرش اريا، وعندك حاجه اسمها كونسنتريشن. الريسيرش اريا يعني مثلا دي حاجه اسمها برود توبيك. يعني مثلا انا اتكلم على واحده، انا مثلا بحب الفيزيكس يعني حاجه سبيسيفيك جدا. بعد كده في حاجه حرفيا في الانفو سيشن انا فاكره كانوا عندهم سيشن يعني زي جرافس يعني كده بيصوروا صور. مثلا انا بحب الفيزيكس، بتحبي مثلا ايه في الفيزيكس؟ بحب المودرن فيزيكس. بتحبي مثلا ايه في المودرن فيزيكس؟ بحب الليزر. بحب ايه في الليزر؟ بحب حاجه معينه. فهم عايزين يشوفوا مثلا ده الكونسنتريشن.
فهم مثلا هنا عايزين يعرفوا بس الريسيرش اريا بتاعتك. يعني مثلا انت انترستد في الكيمستري بس، فانت هتختاري مثلا اول تشويس بتاع الكيمستري وهكذا. هو بس ده الحاجات اللي هم offered عندهم. عندك anthropology, architecture, art history, astronomy, biology, business. بجد عندهم حاجات كتير قوي زي ما قلنا، مش حاجات STEM بس. عندك art history، عندك history بس، international relations يعني لو شخص ليكي في البوليتكس او حاجه زي كده، literature حرفيا، music, political science, philosophy, sociology، مش علوم ساينس مثلا، مش computer science, ecology, biology, chemistry, physics كده. فهم حرفيا diverse جدا في الموضوع ده. في جزء research areas انت بيبقى ليكي حد، انت يبقى معاكي لحد 4 research concentrations انت تختاري منهم، مش لازم تملي ال4. انا مثلا مليت 3 بس، مش هم هيسألك ندخل في الأسئلة كل واحد ليه شوية حاجات عنه. يعني ما تكون عندك او اللي هو why are you interested، انت مستعد لحاجة زي كده. هندخل في الأسئلة. انت ليك 4 بترتبهم على حسب انت عايز ايه. مثلا الفيرست تشويس بالنسبة لي مثلا كان فيزيكس، فالفيزيكس هجاوبت على ال3 أسئلة بتوع ماث، جاوبت على ال3 أسئلة بتوع كمبيوتر ساينس او الماث، جاوبت على ال3 أسئلة بتوع. ففورت مثلا كان سايكولوجي مثلا، قدمت على ال3 أسئلة بتوع. هو بس انت بتختاري الكونسنتريشنز اللي انت عايزاها، اللي انت عايزه تعملي عليها ريسيرش. مش شرط تكوني يعني، المهم بس تكوني باشنت، واللي انت عارفه ان انت تقدري تعملي ريسيرش في حاجه زي كده. عشان بجد يعني انت لو داخله في حاجه انت مش حباها، او داخل في حاجه انت مش حاببها، بجد البروجرام هيبقى تقيل قوي على قلبك، وهتحس ان انت مش قادر. فبجد يعني في النقطه دي ما تختارش الحاجات اللي ساوند سكول او كومبليكيتد بس عشان تبقى تفليكس او حاجه زي كده. اختار حاجات انت فعلا عايز تعمل عليها ريسيرش ومستعد تتعب فيها عشان. تمام. طيب هو انا ممكن اختار حاجه والحاجه دي ما عنديش اي معلومات سابقه عنها؟ يعني هو في الاسئله اللي بعد كده هو عايز يعرف انت بريبيرد قد ايه على الريسيرش اريا. يعني مثلا بنتكلم مثلا في حد بوليتيكال ساينس مثلا، ده ما بتدرس في المدرسه، بس مثلا انت انترستد عليه ليه؟ انت مثلا قريت كتاب عن الموضوع ده، قريت ريسيرش بيبر قبل كده عن الموضوع ده، مثلا سمعت يعني شاركت في كونفرسيشن مع حد دارس بوليتيكال ساينس واتكلمت معاه. اكيد يعني انت مثلا كشخص داخل يعني تعمل حاجه زي كده، اكيد انت مش داخل بس عشان مثلا الساوند سكول او حاجه زي كده. هو بس عايز يشوف يعني مثلا لما نيجي ندخل في الاسئله هيجي يقول لك انت ليه انترستد في حاجه زي كده، ايه الحاجات اللي بتدل ان انت بريبيرد في حاجه زي كده. يعني انت مثلا مش هتدخل مثلا في فيلد مثلا الفلسفي وانت ابيض في كل حاجه. هما كده كده في السيشنز هيقولوا لك شويه حاجات انت هتستخدمها، بس برضه هم عايزينك تكون عندك بيسكس عن الحاجه بس قبل ما تبدا اول سؤال، ايه البريباريشن اللي احنا قلنا عليه، البريباريشن للريسيرش اريا ده. اكزامبل مثلا خدت كورس مثلا كمبيوتر ساينس، خدت كورس كمبيوتر ساينس، ذاكرت مثلا من الكتاب بتاع بوليتيكال ساينس مثلا بيدل عن حاجه زي كده، وهكذا. يعني اي حاجه حرفيا. ممكن نقول ان في حد كان كاتب سايكولوجي في كتاب، وكاتب ان هو كتب كتاب، قرا كتاب مثلا عن حاجه بتتكلم عن حاجه زي كده. هو بس بيقول قد ايه انت بريبير، قد ايه وقد ايه انت باشن في حاجه زي كده. تيست كورس مثلا، يعني انت مثلا لو داخل في حاجه فيزيكس مثلا وجبت سكور ما شاء الله، جبت ايه في الفيزيكس، فانت ممكن تقول انا جبت مثلا اونرز فيزيكس ايه مثلا هكذا. ومثلا بيبقى معاك ليميتس. يعني مثلا انا على ايامي كان معايا كاركتر ليميت وحش قوي بصراحه، كان معانا تقريبا 400 كاركتر او حاجه زي كده. دلوقتي بقى معاكم مساحه اللي انتوا تتكلموا فيها براحتكم. يعني مثلا عندك 100 وورد remaining، فانت تقدري تتكلمي فيه كتير. ده لو عندك حاجات كتير، حتى لو ما عندكش حاجات كتير الوورد ليميت ده بس عشان يعني يليمت، ما يبقاش الموضوع overwhelming للاوفيسر او الوات ايفر اللي بيقرا الابلكيشن بتاعك. بس لو كاتب قال ده عادي جدا. السؤال الثاني other experiences of qualification للفيلد ده بتاعك. يعني انت مثلا دخلت مسابقه فيها علاقه بالكمبيوتر ساينس، دخلت اي او تي، دخلت اي او تي، دخلت وات ايفر اي اي اصلا، دخلت وات ايفر، دخلت اي مسابقه. ومش شرط برضه يعني مش شرط حاجه زي كده تدخل، بس المهم بس اي حاجه عن الباك جراوند تدل ان انت انترستد في حاجه زي كده. مثلا في سؤال الاكسبيرينس ده ممكن نكتب على موضوع الكتاب، ان انت قريت كتاب وانت مثلا انترستد فعلا في الكتاب ده، وانت مثلا قريت كتاب مثلا ذا ايديوت برين مثلا، ده لو دخلنا على السايكولوجي، قريت كتاب ذا ايديوت برين واثر فيا مثلا، وعرفت مثلا حاجه وعن حاجه زي كده. قريت مثلا كتاب العربي اللي هو لا تعمل فلامنكو مثلا، او عجبك كتاب وده حاجه زي كده، فده بيدل عليك ان انت انترستد في حاجه زي كده.
معلش هنا شباب هقطع بس كلام حبيبة ثانية بس عشان واحنا بنسجل الكلام وقع مننا. هي كانت بتشرح السؤال الثالث وقالت ان انت معاك حوالي 150 كلمة بتقدر تشرح فيهم ان انت ليه بتحب الفيلد دوت، وليه اخترته هو بالذات عن غيره مثلا، وبتشو يور انترست، وليه حابب تسيرش في الفيلد ده بالذات، اشمعنى الفيلد ده مثلا عن غيره وكل دوت بس. وتقدروا تكملوا الحلقة لكن ما فيش حاجة حصلت وبنعتذر لكم. بس عندك السكند تشويس، ثيرد تشويس، فورث تشويس، انت بتعيد نفس الثلاث اسئله في كل كونسنتريشن. انت حرفيا بتختار فعلا كونسنتريشنز انت فعلا انترستد فيها وفعلا عايز تدخل فيها. تمام. بعد كده ريسيرش اريا رانكينج. مثلا انت يعني مثلا حاطين كمبيوتر ساينس، انت مثلا في حاجه، السؤال ده كان بيتسال بصراحه في الانترفيوز في الاخر، بس هم حطوه دلوقتي في الابلكيشن. فكره ان هو مثلا انت عندك 3 concentrations. يعني مثلا انا ممكن اقول على بتاعي physics وماث وكمبيوتر ساينس. عندك كان السؤال بتاع الانترفيو مثلا يجي يقول لك معاك 10 كور، قسمهم براحتك. قسمهم براحتك مثلا على 4 concentration. هو دلوقتي السؤال ده عندك، يعني مثلا احنا حاطين مثلا عندنا كمبيوتر ساينس بس، فانا مثلا الريتنج بتاعي مثلا ان انا هديله 10. انا بحب الكمبيوتر ساينس مش عايزه غيره، مثلا اديله 8 مثلا. فانا السكند تشويس بتاعي مثلا هديله 3 وهكذا. فانا مثلا يعني الاكزامبل مثلا بيقول لي الفيزيكس بالنسبه لي 4، هيستوري 3، بيولوجي 2، بيولوجي 2. ممكن 2 يبقوا نفس البوينتس عادي، مش شرط حاجه معينه. هو بس بتديله نقطه البوينتس عشان يعرفوا وهم بييجوا يعملوا لك ويشوفوا لك كونسنتريشن معين، يبداوا يعرفوا يبداوا يعرفوا مثلا يحطوك في ايه بالظبط. يعني مثلا في حاجات بتميكس، يعني مثلا كومبيتيشن فيزيكس مثلا انا كنت فيه بيميكس ماث وكمبيوتر ساينس وفيزيكس. انا مثلا في غيري ما دخلش في حاجات زي كده خالص، دخل في حاجه بتميكس مثلا كان كيمستري وبيولوجي وسايكولوجي، فكان بيميكس يعني حرفيا بجد الكونسنتريشنز. لو يعني لو سالته اي حد هيقول لك بجد الكونسنتريشن بتبقى سبيسيفيك جدا جدا. يعني زي ما انا قلت بتاعي، يعني مثلا اعرف حد ماثيماتيكال كومبيوتنج، ماثيماتيك يعني بتكمبيوت ماث. عندك حاجه مثلا شغالين حرفيا ازاي ستيم سبجكتس بتانفلونس مثلا الكلاس روم فيلد مثلا، حاجات زي كده. فهو بجد الكونسنتريشن بتبقى سبيسيفيك، فتراي تو بي as specific as possible في الكونسنتريشن بتاعتك وانت بتحب ايه، ومثلا اختار فعلا حاجات انت مش عليها. تمام. اخر حاجه او مش قبل اخر حاجه الابلكيشن اساي ده هو بس عايزك يشوف يعني مثلا البرومبت اختلف شويه عن البرومبت بتاعي، فاللي هو عايز يقول لك انت ازاي بايونير هيساعدك في اللي انت تحقق مثلا البوتنشال بتاعك. وهو بس هيقول لك بص، حتى بص كاتبها في السؤال نفسه most rigorous و challenging academic endeavors. هو بصراحه بروجرام بجد تقيل جدا وبيدل عليك شخص يعني مثلا الريسيرش بتاعك عامل ازاي. مثلا بيقول لك هنا مثلا بيقول لك الاكاديميك جولز بتاعتك ازاي، مثلا السبيسيفيك يعني مثلا ان السبيسيفيك بارتس من البروجرام هيساعدك في ان انت تسبورت الحاجات اللي زي دي، عشان هم عارفين اي حد بيقدم على البروجرام ده بيبقى بجد passionate about research عامة أو حاجة زي كده، وإن هم عايزين يحققوا حاجة كبيرة في المستقبل. فهم عايزين حرفيا أنت حط ده، عايزينك تشوف أنت تقدر تعمل إيه. أنا بصراحة بانكورج إن أنتوا تفتحوا الويب سايت بتاعهم، تسيرش كتير عليه، تسرشوا. يعني أنا مثلا لما جيت كتبت حاجة زي كده سرشت على واحد مكتوب قبل كده عشان أبدأ أشوفه. وبجد يعني سرشوا على في اي حته تقدروا تشوفوا عليها يعني تقدروا عليها. زي ما انتم عارفين AI بجد، الاي اي بجد مفيد بس مش في الحاجات دي. بجد يعني بجد هيبقى الموضوع وحش قوي لو كتبتوا اي حاجه بالاي اي، مش هيبقى الطف حاجه. والابلكيشن بتاعك لو فعلا ديتكتد AI هيبقى ريموفد خالص من السيستم، وكانك ما قدمتيش وتكوني ضيعتي مثلا مش عارفه قد ايه من وقتك ضيعتيه على حاجه كان ممكن to be prevented وانت لو كنتش عملتيها اصلا. حرفيا عشان شات جي بي تي، بورد، كل الحاجات الجديده دي اللي اتحطت ده ما كانش عندي، عشان ما كانش الموضوع ده مثلا كبير قوي ساعتها. بس بجد يعني حاولوا بيه. اصل ده حاجه بتدل قد ايه انت انترست في حاجه. فانت لو هتكتب حاجه باي اي صدقني انت مش هتقدر تكمل في البروجرام. او يعني مثلا لا، مثلا اي اي ساعات بيساعد، يعني مثلا ممكن تاخد منه افكار تستفيد منه. بس لو هتكتب الاساي بتاعك كله باي اي فانت فعلا انت مش هتقدر تكمل في البروجرام ده.
عشان هو بجد يعني انا مثلا خدت بروجرامز كتير وحاجات كتير، او بجد بجد البروجرام عايز حد يكون passionate وقادر يشتغل كتير. طيب اخر section activities and availability. هو ده السكشن مثلا دي شويه عندك 3 extra curriculars انت مثلا بدات تشتغل عليها او اشتغلت بيها او whatever، وعايزك انت يعني بتشيرهم يعني زي اي بروجرام عادي معاك 75 كلمه تشرح هي ايه، ممكن تساعدك في الابلكيشن بتاعك. why are they are meaningful to you، انت ممكن تكون استفدت بيهم ايه في الابلكيشن بتاعك. بس second activity third activity الافيلابيلتي بقى. طيب بالنسبه للاكتيفيتيز بس نرجع لها فوق شويه. هي لازم تمام. تكون حاجه اللي هو مثلا مش عارفه انا عملت فين كذا مثلا مش عارفه ايه، ولا المفروض تكون حاجه بسيطه عادي؟ مثلا عندك امثله الاكتيفيتيز بيكون ازاي مثلا؟ تمام ممكن مثلا اكتيفيتيز بس اللي هو مش اي اكتيفيتيز وخلاص، اسمه ده مش ابلكيشن مثلا جامعه، ده مش الكومن اب. هو ده عباره بس عن ايه، هو بس شايف مثلا لو انت مثلا دخلت مثلا مش نقول تيم، مثلا عملت تيم مثلا، انت مثلا ماسك كلوب كمبيوتر ساينس كلوب مثلا عندك في المدرسه، فده حاجه امبورتنت اللي انت تحطها، بمعنى اللي انت ماسك كلوب الكمبيوتر ساينس، فده يدل عليك مثلا ان انت عندك leadership skills واللي انت تقدر او اللي انت عندك passion للكمبيوتر ساينس كبير لدرجه ان انت عملت كلوب عن حاجه زي كده. عندك مثلا ساعدت حد في حاجه ليها علاقه بالريسيرش، هو بس الاكسترا كوريكولرز دي تبقى بس علشان تبين للشخص اللي قدامه او اللي بيقرا الابلكيشن بتاعك اللي انت يعني هما بس يبقى كونسيدر الموضوع. يعني مثلا ومش شرط مش لازم تشير حاجه، مثلا لو ما عندكش حاجه، بس مثلا لو دخلت بروجرام مثلا whatever اي حاجه تدل بس على انت passionate about research او passionate about التوبكس اللي انت دخلت فيها. يعني مثلا انت mathematics حضرت math session، مثلا مش لازم اكون عملت كلوب مثلا، ممكن اكون نزلت حضرت سيشن للكلوب مثلا بتاعه واتعلمت كذا وكذا وكذا وساعدت مثلا في كذا وكذا وكذا. عندك مثلا في مبادره اشبال مصر لو انتوا عارفينها في ساينس، فعندك حاجات مثلا اكتيفيتي زي ده، او ممكن اكتيفيتي تاني. سوري معظم الحاجات بتاعتي ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس والفيزيكس عشان الكونسنتريشنز بتاعتي كتبتها واللي انا بشتغل بيها. بس مثلا في السايكولوجي مثلا ممكن نقول اللي انت مثلا عملت بوك كلوب مثلا، وانت مثلا بدلت كتابين، يعني مثلا كان معاك كتاب سايكولوجي ومعاك صاحبتك كتاب سايكولوجي وقعدتوا تبدلوا مع بعض مثلا انتوا بدأتوا تعملوا، فده يعتبر اكتيفيتي. هو بس اللي هو حاجه الاكسترا كريكولر هي عباره عن بس حاجات عملتها بره الفصل. فهي بس مش why they are meaningful. هو مش عايزك برضو تلست وخلاص، هو عايز تقولك انت استفدت ايه وهو مهم بالنسبه لك قد ايه. فهو يعني مش شرط تملاهم، بس يعني لو عندك حتى لو اكتيفيتي او 2 حطهم عشان بجد هتفيدك في حاجات زي كده. تمام. الافيلابيلتي ده كان فورم تبعد بعدين بس حطوها دلوقتي في البتاع. دلوقتي احنا مثلا عندنا في المدرسه يعني مثلا انترنت كونكشن اهو، ايتم بوردنج سكول وما عنديش نت من 11 ل 6. يلا ان انا مثلا لو احنا في ستيم ان مثلا عندي مدرسه من 7 الصبح عندي من 7 الصبح ل 3 الظهر مثلا، ده يعني ده مشكله. مثلا وبتحطهم مثلا يعني مثلا مش فاكره بصراحه عندهم كاتبين قد ايه، بس انت ممكن تحط يعني مثلا تغير الكلام ده للتايم زون بتاعك او تكتبه في التايم زون بتاعها. بس اظن ممكن تكتب الاثنين. انا مثلا الابلكيشن بتاعي انا كتبت الاثنين، كتبت مثلا من 9 AM ل 12 PM احنا مثلا EET Eastern European Time Zone مثلا فرحت كاتبه جنبهم الميعاد مثلا بالايسترن تايم، في غيري ما كتبش كده، بس انت براحتك. فمثلا هنا مثلا عندي مثلا لو حد بيتمرن، انا مثلا بتمرن كل اثنين وخميس من 7 ل 8 او من 7 ل 10. بس عندك مثلا هبقى مسافر او whatever، هكون مسافر من 13 12 ل 3 1. يعني اي حاجه انت عارف مواعيدها دلوقتي تقدر تحطها. وهنا بعد كده السؤال يعني مثلا لو عندك سيشن الساعه 6 الصبح تحب تحضر حاجه زي كده، يعني تحب تحضر عندك سيشن عندك تقدر تحضر سيشن بعد 11 بالليل وهكذا. بعد كده انت هتبقى عايش فين، الديوريشن بتاعت البروجرام بتاعك، اخر يوم في السنه الدراسيه، اول يوم في السنه الدراسيه السنه اللي بعدها. بس اهي ده هو جاي سؤال المدرسه. انت بتبدا المدرسه ازاي في وقت ايه وبتنتهي في وقت ايه.
تمام. بعد كده عندنا ال additional information. يعني additional confirmation بقى مثلا عندك يعني مثلا عندك أي information تحب تشيرها معاهم. أنا مش عارفة أفكر في حاجة مثلا معينة، بس أي حاجة مثلا ممكن حد يستغل السكشن ده إن هو يحط مثلا إيميل المدرسة بتاعه، عشان مثلا الدوكيومنتس مثلا عندنا سيستم يعني الترانسكريبت بتاعنا يبقى فيه الميل مثلا، أو والله ما فاكرة، بس يعني لو مثلا حاجة ليها علاقة بالميل ممكن تكتب الميل المدرسة بتاعك. مثلا information، حرفيا أي information زيادة أنت محتاج تحطها في الكلام ده. يعني معاك 150 كلمة تقدر تإلابوريت براحتك عن حاجة. مثلا لو عايز تتكلم شوية عن الجريدز بتاعتك وقد إيه مثلا حصل حاجة مثلا في مادة الماث، مثلا حصل لك ظرف أو حاجة قبل مادة الماث ومعرفتش تأبلاي، دي حاجة تقدر توضحها كده. ده أي supplementary word. طب ممكن مثلا يتكلم عن أي competitions دخلها أو أي competitions دخلها أو كده مثلا، يعني حاجة ممكن تفيد. ما أظن ده ممكن حاجات زي كده تتكتب في الإكسترا كريدتس. بس لو حاجة زيادة مثلا، حاجة لو هتقلل تشير معاك ممكن يكتبها، بس ما تخلوش السكشن ده. يعني دي حاجة عامة حتى للكوليدج ابلكيشنز بعد كده، لو ان شاء الله حد فيكم ناوي ادمشن حاجة زي كده، ما تخليش السكشن ده ان انت بس تلست حاجات زيادة. يعني بين بجد additional information، يعني ما تحطش مثلا تلست informations زيادة حاجات زيادة بس. فاللي هو يعني استغل السكشن ده عشان فعلا تقول لهم حاجات. تمام. بعد كده السيجنتشر، اتوقع ان انت الكلام ده بتاعي وان انا عملت كل حاجه، مش هقدر اغير الابلكيشن بتاعي وهكذا. بعد كده الريفيو، بعد كده بعد ما تخلص بيقول لك بس كل حاجه انت عملتها وايه الحاجات اللي وقع منك وكده وبس. ده الابلكيشن من ناحيه الكلام. تمام، جميل جدا. طيب ممكن توريني بقى الابلكيشن بتاعك اللي قدمتي بيه، فلو حد حابب يشوف. اوكي، يعني مثلا ممكن انا مش عارفه اعرف اشير ده على جوجل ميت ولا لا، بس يعني انا مثلا ممكن اقراه لكم بسرعه. مثلا جبت مثلا كنت مثلا موضوع الريليفنت كورسز والتست اللي انا خدتها. عرفت مثلا قلت الجريد بتاعي في الفيزيكس، كنت باخد كورس ليه علاقه بالكوانتم كومبيوتنج، رحت قلت انا يعني شغاله بيه والسكور بتاعي فيه. وان انا مثلا ان انا شغاله، كنت قلت ان انا شغاله بدات اتعلم كالكولس والكمبيوتر ساينس. برضو كتبت الجريد بتاعي في الساينس، جريد الكمبيوتر ساينس عامل ازاي. بروجرام كمبيوتر ساينس دخلته، بروجرام تاني كمبيوتر ساينس دخلته. ومثلا قلت ما عرفت شويه حاجات. الماث حرفيا كاتبه فيه جبت فيه جريد كذا، وعارف بري كالكولس وشغاله بكالكولس. حرفيا انا لو قلت مثلا جبت فيه مثلا جريد بي بلس وشغاله مثلا وفضلت مثلا نوتة بري كالكولس، كفايه بزياده. حرفيا الباقي كاتبه فيهم اسايز وده كاتب فيه سطر عادي. بعد كده other qualifications، انا مثلا هنا كتبت ماشي في الفيزيكس، قلت مثلا حرفيا قلت اللي انا سرشت، يعني اللي انا سرشت على الحاجات، وان انا بدات اسرش بس عن الحاجات اللي هو بدات اسرش حرفيا. بس انا بدات اسرش. وفي الماث دخلت كنت مسابقه فيها، دخلت قلت كتبت ايه. وكمبيوتر ساينس قلت ان انا كنت ماسكه الكودنج كلاب بتاع المدرسه. مثلا انا كنت عامله بروجكت مثلا على بروجكت قبل كده بيرسونال، كنت عامله بيرسونال بورتفوليو، كنت عامله بيرسونال ويب سايت وكده وبس. حرفيا why do you want to engage في حاجه زي كده. حاسه دي ما اقدرش اقول مثلا حاجه تقدر مثلا. انا مثلا اتكلمت في الفيزيكس على الكوانتم فيزيكس، لو خدت في تيم كوانتم فيزيكس كنت عايزه كوانتم فيزيكس قوي، بس يعني دخلت كومبيتيشن فيزيكس بصراحه عجبني بصراحه موت كومبيتيشن فيزيكس. اتكلمت قد ايه ان هو مثلا البرسبكتيف بتاعنا بيتغير من ناحيه الفيزيكس، سواء ان هو ستاندرد فيزيكس او كلاسيكال فيزيكس، عباره بس عن ان انت بتشوفي الحاجات يعني بنظره سطحيه او بنظره اللي قدامك، اما الكوانتم بتشوفي الحاجات اساسا مش شايفاها. الماث مثلا اتكلمت فيه من ناحيه الباترنز، ان انا قد ايه بحب الباترنز، الكلام ده لسه طويل لحد هذه اللحظه. فانا اتكلمت فيه ازاي ان انا عايزه اعمل بروجرام او حاجه زي كده بتديتكت الباترنز بتاعت الحاجه. الكمبيوتر ساينس اتكلمت قد ايه الكمبيوترز جامده موت.
وان انا عايزه اعمل ديزاين something ان هي تقدر تغير العالم حرفيا. يعني اكتر اساي كان عاجبني كان اساي ده، عشان كان بصراحه genuine جدا بالنسبه لي. بتاع كمبيوتر ساينس حرفيا ما كانش عندي كلام اقوله كتير غير انا يا سبحان الله كمبيوتر جامد. تمام. اخر اساي كان حرفيا احنا كان عندنا البرومبت كان exceed your expectation of yourself، كان متغير شويه يعني، بس يعتبر نفس الفكره حرفيا. يعني بجد اتكلمت قد ايه ان انا دخلت ستيم. بجد الاساي ده انا ما بحبوش، بس يعني الحمد لله ان هو ان النيتشر بتاع بايونير هيديني حاجات اللي هو ديبلي انجوي، هيخليني اعدي الليميتس بتاعتي، وقد ايه هيديبلي انجوي الموضوع ده. وانا بحب ازاي اكون تشالنج بجد. ان انا دخلت ان انا كنت في ستيم واللي هو developing young minds كده بقى. قعدت اتكلم قد ايه اتكلمت على الكوانتم بروجرام اللي انا كنت فيه. بس بعد كده كتبت في الاخر قلت اتكلمت شويه بصراحه عن الاكسترا كوريكولرز اللي انا كنت حطاها. بعد كده رحت قلت ان هو ببايونير انا اقدر وبحب التشالنج وده هعمل ده مع بايونير. هو حرفيا هو بس يعني بصراحه هو بس كان عايزك تشوف باشن وانترست في اللي انت هتعمل عليه بس. فاللي هو حرفيا مفيش اي حاجه في الاساس يعني مثلا اقول ان هي ساعدتني ان انا اتقبل بالنسبه لي. يعني الفكره كلها ان فعلا وريت له قد ايه ان انا passionate about الحاجه اللي انا كاتباها. بس يعني مش مثلا في اسايس تانية ممكن اكون كاتباها او مثلا انا فعلا ده عجبني فيه مثلا، فده مثلا ده بس ممكن اللي عجبني فيه ان انا showed my interest بجد في الشغل بس. يعني ده من ناحيه الاساس بتاعي. طب عندك اي تيبس او كده لحد بيقدم من ناحيه الابلكيشن؟ اوكي، من ناحيه الابلكيشن اهم حاجه بجد ما بحبش الموضوع ده خالص، بس لو بجد ما تكذبوش في اي حاجه في الابلكيشن. هتكذب هيبان، وبعد ما تكذب انت اللي هتشيل في الاخر. بجد يعني بجد هتشيل. يعني بجد show your interest. بجد هم بجد مهتمين باللي انت تبين قد ايه انت شخص interested. اصلا انا قلتها كتير قوي انت يعني بجد. يعني لو هتتفرجوا على الريكوردنج تاني اشربوا بق ميه كل مره حاجه زي كده. بس بجد اللي هو بجد هم مهتمين جدا بالباشن. يعني show your passion على قد ما تقدر في الابلكيشن بتاعك، واللي هو بجد حط concentrations انت قادر تشتغل عليها. بجد البروجرام ممكن اقول كان من اصعب الاوقات اللي عدت عليا في سنه تانية. كنت في سنه تانية ليه؟ يعني انا بجد كان اصل الفكره فيه ان هو بجد كان بيتشالنج بطريقه. هو كان متوقع منك انت تعرف حاجات ناس في جامعه ومش في اولى جامعه، تاني ثالثه جامعه تكون عارفها تعمل عليها ريسيرش كمان، مش مجرد تكون عارفها لا تعمل عليها ريسيرش. فانت لو بجد مش باشنت about الحاجه دي انت بجد مش هتقدر تكمل بجد. يعني انا كل اللي اعرفهم كملوا، بس في ناس فعلا ما قدرتش تكمل فسابت الطب. وبجد انك تضيعي فرصه زي دي بجد صعب يعني وحشه قوي. يعني استغل بجد وحط concentrations انت فعلا يعني انت فعلا مستعد تجيت تشالنج. يعني مثلا don't go with it اللي هو super confident اللي هو انا هدخل فيزيكس ومش عارفه هروح فين وهعمل، وفجاه تسمع الكلام واللي هو يا لهوي ايه الكلام ده. انت كده في كل الحالات حتى لو عامل ماسترز في الفيزيكس انت هتسمع كلام جديد. في الاول وفي الاخر اللي بيديك السيشنز او اللي هيبقى منتور عليك هو شخص دارس الكلام ده طول عمره. حرفيا انا مثلا البروفيسور بتاعي كان بروفيسور في الحاجه اللي انا هعمل عليها ريسيرش، وكان واخد PhD فيها، كان واخد دكتوراه فيها. فالفكره ان هو عارف الكلام ده اكتر مني بمراحل. فالفكره ان هو بجد يعني وهيبدا يسرش لك وهتبدا بجد تفتح افاقك لحاجات كتير جدا جدا. ف يعني two main advice بتاعي يعني be as passionate as you want. be passionate about يعني الحاجه اللي انت عايزها وده be passionate واللي هو بجد الحاجات اللي انت هتقدم عليها تكون عارف ان انت هتجيت تشالنج فيه. وما تكتبوش في الابلكيشن، ما تستخدموش AI عشان بجد حرام تضيعوا الشغل اللي كنت قاعده كله في AI. طيب تمام. طيب احنا كده عدينا الفتره بتاعه الابلكيشن، هل في بعد كده انترفيو او حاجه؟ تمام. دلوقتي مثلا انا الواحد قدم الابلكيشن بتاعه في شهر 12 اوكي. في حاجه من يعني مثلا في بعد المرحله دي بيحصل حاجه من يعني بيحصل حاجه عندك يا اما تجيت ريجكتد على طول من الابلكيشن وان شاء الله ده ما يحصلش. تجيت ريجكتد من الانيشال ابلكيشن بتاعك،
يا الحاجه الثانيه تجي لك الانترفيو ده بيبقى عباره عن بالكتير نص ساعه، ساعه الا ربع، ما اظنش حد وصل لساعه الا ربع دي، بس اللي هو يعني بيبقى نص ساعه. هو بس بيشو مثلا انترست. مثلا الاسئله اللي لو انا فاكره صح يعني، اول سؤال كان بيجي يسالني مثلا ايه حاجه انت فرحان اللي انت عديت بيها عديت بيها، بمعنى اللي هو عديت بيها مثلا ايه الحاجه اللي انت فرحان عديت بيها. ومش لازم تبقى حاجه اكاديميك على فكره، انا حتى سالت الموضوع ده في الانترفيو نفسه، يعني مع الانترفيور بتاعتي، واللي هو بقول لها هو لازم حاجه تكون حاجه ليها علاقه بالشغل او بالدراسه او حاجه زي كده؟ قالت لي لا مش مشكله، حاجه تدل عنك في شخصيتك. فانا اتكلمت حرفيا قد ايه مثلا ان انا كنت زمان مثلا يعني سوشيالي حاجه وبقيت سوشيالي حاجه تانية. عايزين تخلي الموضوع اكاديميك اتس اب تو يو، المهم بس حاجه تكون مينينجفul وتقدروا تتكلموا عليها. يعني بس عشان تبقوا عارفين الانترفيو بالانجلش عادي جدا. تمام كده. السؤال الثاني بعد كده السؤال الثاني هو انت معاك 4 concentrations او اللي هو whatever concentration. ودلوقتي مش عارفه، ما اظنش السؤال ده هيتسال في الانترفيو عامه بما انه موجود في الابلكيشن، سوري. بس يعني دلوقتي اللي هو مثلا معاك 10 كرات وعايز تقسم على كل concentration كور، فانت هتقسمهم ازاي؟ مثلا كمبيوتر ساينس ياخد 4، فيزيكس تاخد 4، والاخير ده ياخد 3، لا تاخد 3، هكذا. بعد كده السؤال كان بيشوف هل انا فاهمه البايس ولا لا. هل فاهمه البايس؟ يعني مثلا اداني مثلا سؤال عن الكلايمت تشينج واداني 2 ارتكل تايتل. التايتل الاولاني كان بيدل مثلا ان الناس شايفه ان الكلايمت تشينج بسبب البشر، والحاجه الثانيه كانت شايفه ان الكلايمت تشينج بسبب البشر. فكان بيجي يقول لي انت شايف البايس بتاع اول ارتكل ده بيتكلم يعني قصده على مين، والارتكل بتاع التاني واحده بيتكلم على مين، ومين مثلا الاودينس اللي هو بيتارجتوا بيها الارتكل ده، ومين الاودينس اللي بيتارجت الاودينس، وانت متوقع ايه مثلا ايه فايده ان هو يقول حاجه زي كده ارتكل 1 وارتكل 2 وهكذا. تمام. بعد كده بعت لي برومبت، واللي هو قال لي اتكلمي عليه شويه كده. كان ده قبل ما ندخل في جزء الكتابه، بس اللي هو بعد كده قعدنا نتكلم في توبيك شويه، واللي هو نعمل ايه يعني، تعملي ايه فيه كشخص، ايه رايك فيه، انت شايفه فيه ايه، شايفه احنا اجتهادات يعني حرفيا سؤال تعبير اجتهادات الدوله، ما فايده وما ضرر وكده. بعد كده الانترفيو بيبقى مقسوم نصين، النص اللي هو الانترفيو العادي ونص اللي هو الرايتنج. تكتب بيديك توبيك حرفيا وبتكتب عليه اساي في 10 دقايق. حرفيا يعني بصراحه انا سالت السؤال ده برضه جوه الانترفيور مع الانترفيور، يعني هل نوع اساي معين، فهو يعني ولا منه اكاديميك ولا يعني هو في النص، هو بس معاك توبيك اتكلم عنه اكيد اكاديميك، هم عايزين يشوفوا الاكاديميك رايتنج بتاعك. بس يعني لو يعني مثلا هو مش بيكلمك في حاجه اكاديميك، انا مثلا جه قال لي السوشيال ميديا affects، يعني do you think social media affects individuals under the age of 18 ولا لا. حرفيا التوبيك ملوش اي علاقه بالكونسنتريشن بتاعك، يعني انت ما بتتوقعش مثلا انت داخل تتكلم في حاجه مثلا عن فيزيكس تتوقع حاجه، بس هو التوبيك هيبقى براد اضافه اللي انت تبقى عارف تتكلم عنه، بس مش هيبقى حاجه تبع الكونسنتريشن بتاعك. ومعاك 10 دقائق تكتب فيهم اسئله. فايده السؤال ده ايه؟ فايده السؤال ده بتاعك عشان يشوفوا الثوت بروسيس بتاعتك وانت بتكتب عامله ازاي، بمعنى اللي هو يعني يعني مثلا يشوفوا ان انت عارف تكتب، يعني مثلا طريقه كتابتك ازاي. فبصراحه انا سجست انتوا تكتبوا بيه اكاديميك عادي، مش بيرسونال، ما تتكلموش سلانج مثلا، اكيد يعني بيسكس الاسئله العاديه. بس ده الانترفيو. بعد الانترفيو بيبقى بيحصل حاجه من 3. اول حاجه rejected، بعد كده تاني حاجه wait listed، ثالث حاجه بسم الله conditionally admitted. rejected يعني اللي هو تقدر تقدم عليه السايكل اللي جايه او whatever. الويت ليستد ده معناه اللي هو انت considered حاجه زي كده. ثالث حاجه اللي هو conditionally admitted. عشان بس تبقوا عارفين الويت ليست بجد مش حاجه وحشه. انا حرفيا ممكن نقول مثلا بالنسبه لي يعني مثلا 70% من اللي كانوا بايونير كانوا ويت ليستد الاول، بعد كده دخلوا على طول. يعني او انا ما اعرفش بصراحه العدد، انا اعرف 2 اعرف 2 كانوا ويت ليست وبعد كده دخلوا بعد كده. فهي مش حاجه وحشه. انا مثلا كنت واخده ويت ليست الاول، بعد كده دخلت كونديشنلي ادميتد بعد كده. تمام. كونديشنلي ادميتد كنت اتقبلت مبروك، بيقول لك الكونسنتريشن بتاعك، بيبعت لك ميل بصراحه هو ميل لطيف موت. انت دلوقتي كونديشنلي ادميتد وفرحان وخدت الابل، فرحت وسقطت وسقطت وكده. بيجي لك بقى في الميل، بصراحه الميل انا بحبه موت. ميل بيقول لك مثلا ايه هو الكونسنتريشن بتاعك
او هو ايه، يعني مثلا انت لو اسم سبيسيفيك قوي هو بيشرح لك هو عباره عن ايه، مثلا هو ايه الريسيرش اريا اللي ليها علاقه مثلا كمبيوتيشنال فيزيكس وماث كمبيوتر ساينس، دي حاجه كده. الحاجه بعد كده بيجي يقول لك البروفيسور بتاعك وبعت له يعني يديك الميل بتاعه، تقريبا يديك الميل صح كده، وهو مثلا البروفيسور ده هيكلمك في الفتره اللي جايه والخطوات بقى، يديك مثلا في يعني learning platform اسمه سكولوجي، بتبدا تدخل عليه تبدا تعمل حاجات في حاجه. يعني مثلا احنا قلنا البروجرام بفلوس، هو في العادي بفلوس وفلوس كتير قوي بصراحه بفلوس كتير قوي، فاحنا بنقدم على فاينانشال ايد او يعني انت عايز تدفع فلوس ادفع، بس يعني هو على ايامي ايام السنه اللي فاتت قبل ما الدولار يعلى بالمنظر اللي هو عالي بيه ده كان ب 200,000 جنيه، ده كان مينيمم يعني، ده اللي انا فاكره صح اصلا ما كانش اكتر من كده فيعني انت بتقدم انت مش تقدر تدفع فلوس ده، فاحنا بنقدم على الفاينانشال ايد ده نفس الشخص انت الاول بتبعت ميل الشخص المسؤول بتاعك اللي هو الكونسلر او حاجه زي كده، اللي هو اللي بيرفع على موضوع الفاينانشال. احنا بنروح الاول انت بتبعت لهم ميل تقول لهم انا محتاج فاينانشال، فهم بيبعتوا للكونسلر بتاعك او الشخص المسؤول ان هو يرفع الترانسكريبتس بتاعتك، يبعت لهم فورم كده هو بيملاه الفورم ده، مثلا بيقول لك مدرستك نوعها ايه الفاينانشال سيتويشن بتاعتك، انت مثلا لو انت مثلا في ستيم فاحنا نيد بيز سكول وميرت بيز، بس احنا بنكتب اللي احنا نيد بيز مثلا، والمصاريف اللي انت بتدفعها قد ايه، لو انت في مدرسه عام حكومه او whatever بتكتب المصاريف بتاعتك هي عامله ازاي، حتى لو انت في اللغات عادي احنا حددنا اللغات عادي يعني برضه مش هيقدروا يدفعوا المبلغ ده. بعد كده بيبقى في زي سؤال كده بيجي يقول لك ايه يعني لو في اي سيتويشن اي فاينانشال سيتويشن حاجه ليها علاقه بالطالب محتاج انه يعرفها، هو بيبدا يكتب يعني بيبدا يكتب عنها وكده كده تمام. ده في النقطه دي. دلوقتي انت اتقبلت في البروجرام وفرحان وبتاع، في حاجه اسمها للاسف بندفع ديبوزيت في البروجرام، كانت $150. ال $150 دول كانوا وقتها كان 5000 جنيه، كان حاجه زي كده. هي دي حاجات بس ده حرفيا بيمسكوا ايديكم اللي انتوا تشتغلوا في البروجرام عشان عارفين البروجرام صعب وفي ناس هتقع في نص كده، فهو بياخدوا حرفيا فلوس عشان يتاكدوا ان انتوا هتكملوا في البروجرام، واللي هو مهما حصل مش هتسيب البروجرام، الفلوس دي هترجع لك بس بعد ما تخلصوا البروجرام. فيعني مثلا شويه حاجات كده واللي هو فيزا وكده وبتدفع لهم الفلوس، بعد ما تدفع لهم الفلوس تخلصوا البروجرام والبروجرام بتاعتك تاخدوا الايفالويشن وتاخدوا كل حاجه هيرجعوا لكم فلوس. ده من ناحيه قابلته وبعد كده طب هو انا مش ممكن اقدم فاينانشال ايد برضو من ناحيه اللي هو المبلغ ده؟ ما ينفعش. لا تمام. طيب لو انا ما كملتش المبلغ مش هيرجع لي يعني لو ما كملتش؟ لا للاسف هو بيمسكوا ايدينا حرفيا اللي هو لازم تشتغل حرفيا انت مجبره هتكملي انا هتكملي مش حاجه اسمها سهل حرفيا. تمام. طيب دي حاجه تانية هتزوديها؟ انا عايزه بس اتكلم على نقطه ايه اللي بيحصل جوه البروجرام ذات نفسه، او يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي في نقطه انتوا اتقبلتوا مثلا بيديكوا شهر او على حسب انتوا اتقبلتوا امتى، في ناس بتبتدي بعدها مثلا بشهر ونص، في ناس ممكن تبتدي بعدها بشهرين على حسب البروفيسور، عشان انتوا حرفيا البروفيسور يعني ده انتوا بتشتغلوا مع شخص شغال في جامعه حرفيا، يعني الشغل شغال يعني مش شخص مثلا فاضي او حاجه كده، لا هو شخص شغال معاه ماسترز معاه PhD معاه وات ايفر معاه مش عارفه معاه ايه، يعني حرفيا مخترع ذره يعني انتوا معاكم ناس بجد وناس جامده جدا. البروفيسور بتاعي كان بجد واخد فيه، هو بجد كان في جامعه نيويورك وكان مسؤول عن حاجه في البارتيكل فيزيكس، بجد هو جامد. البروفيسور بصراحه بحبه جدا البروفيسور بتاعي. ده من ناحيه هو البروفيسور شغال في الموضوع وشغال في الكتابه شغال في الريسيرش وكده، هو شخص بيبقى معاك، فانتوا بتقسموا حاجتين. عندنا الجزء الاول بيبقى عباره عن 5 سيشنز، ده المتعارف عليه، ممكن البروفيسور يغير او حاجه زي كده، هم 5 سيشنز. الاول في السيشن اول 5 سيشن بيبقوا 5 سيشنز، بيبقوا جروب سيشنز، بيبقوا عباره عن انت البروفيسور وخمسه تانيين، البروفيسور بيبدا يعلمكم توبكس ليها علاقه بالبتاع ده، مثلا احنا اتكلمنا مثلا على الديفرنشال ايكويشنز، اتكلمنا على الراندمنس، اتكلمنا على وات ايفر، فهو البروفيسور بيعلمنا شويه حاجات هو بيتشن في البلاتفورم بتاعه اصلا. مثلا ده الاكسبيرينس بتاعتي بتختلف من شخص لشخص، يعني مثلا حد اشتغل الريسيرش بتاعه كان الشغل هيومانيتيز اكتر، فاشتغلوا ازاي يعملوا ريسيرش له علاقه بالهيومانيتيز. البروفيسور بتاعي مثلا ركز اكتر على الشغل الساينتفك، على الشغل
يعني اصل computational physics مش حاجه سهله بصراحه، فاللي هو ادانا شويه topics نقدر نعمل عليها ريسيرش اصلا في حاجه زي كده. فدول في 5 سيشنز. بعد كده في حاجه اسمها individual sessions، فدي حرفيا بتبقى one on one session انت والبروفيسور بتكوني اخترتي فيها التوبيك بتاعك اللي انت هتعملي عليها ريسيرش في اول سيشن او 2 بكتير. بعد كده ال3 سيشنز التانيين بتكوني انت شغاله مع البروفيسور في اللي تعملي الريسيرش بيبر بتاعك. يعني انا مثلا طلعت الريسيرش بتاعي بعد السيشن الاولى تقريبا، في اول الثانيه كنت مخلصاها، وبدات بقى من السيشن الثانيه للسيشن الخامسه شغاله على البيبر بتاعتي. لو حد يعني لو عايزين تعرفوا البيبر بتاعتي، هي عباره عن ان انا شفت الريليشن بين باسكال تراينجل اللي احنا بناخده في الماث اللي هو 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1، والريليشن شيب بين حاجه يعني يعني فينومينا في الفيزيكس اسمها راندوم ووكس، او حاجه بيستخدموها في الفيزيكس عشان يشوفوا البارتكلز وكده، هل في ريليشن ما بينهم هما الاثنين ولا لا. فده كان البيبر بتاعتي. برضو كان التوبيك يعني مثلا باسكال تراينجل ده انا عارفاه من بره عادي، اما موضوع الراندومنس ده انا عرفته من البروفيسور ذات نفسه. فهو البروفيسور بيبقى بيتابع معاك من الاول للاخر، بيبقى معاك في الريسيرش، محتاج يعني هو بس بيساعدك وهو بيوجهك انت تروح فين وترجع منين. وبصراحه استغلوا الوقت ده انتوا بجد تتعرفوا على البروفيسور بتاعكم بشتى الطرق، واللي هو تتعرفوا عليه عشان بجد هو انتوا هتبداوا تعرفوه اكتر، وهو بجد هو اكتر حاجه يقدر يساعدكم، وهو بجد هيبقى شخص خايف عليكم وعايز يعمل احسن حاجه لكم. تمام ماشي. طيب هو انا عايزه اقدم، هو انا لازم يكون حد المستوى الانجليزي بتاعي عالي قوي؟ المهم يبقى المستوى اللي انت تقدر تتكلم بيه. يعني هما بالنسبه لهم لو انا بقدر اتكلم بس اللي هو على قد، يعني مثلا انا طالب لسه مدرسه عربي عادي، فانا مستوى الانجليزي على قد، بس لو انا قادره افهم وقادره اتكلم بس كده بالراحه، ده تمام عادي بالنسبه لهم. المهم بس انت تقدر تكوميونيكيت. هدف برضو الانترفيو حاجه زي كده، اللي هو يقدروا يشوفوا انت تقدر تكوميونيكيت معاه ولا لا. كل الكلام مع البروفيسور بتاعك بيبقى بالانجلش، البيبر بتاعتك بتبقى بالانجلش، كل حاجه بتبقى بالانجلش. اهم حاجه بس ان انت تكون تقدر يعني تكتب بيبر بتاعتك بالانجلش من غير ما تتعب. والحاجه الثانيه اللي انت بس يعني تقدر تكوميونيكيت مع البروفيسور. طيب هو انا في الاخر المفروض ان انا معايا الريسيرش بيبر بتاعتي ان انا وانت، هل انا اقدر اطلع بيها بره، ان انا اقدم بيها مثلا في كومبيتيشن او اي حاجه؟ هل هي بقى بتاعتي خلاص البرنامج ملوش حاجه عندي؟ ايوه لا دي بتاعتك انت كاتباها باي تو زد، البروفيسور ماشي اشرف عليها وما ساعدكيش، هو اشرف عليها بس بتاعتك عادي. فممكن عايزه ادخل بيها كومبيتيشن او اي حاجه. انا البيبر بتاعتي published في واي اس جي، يعني الجورنال بتاع واي اس جي، ويعني بصراحه كانت حاجه كويسه جدا، يعني خدت ابروفل عليها وكده، كانت حاجه كويسه. وان انا نشرتها في جورنال ما طلعتش في بايونير جورنال بس انا لو عايزه انشرها في اي جورنالز من الجورنالز اقدر اقدم عليها. طيب هو ايه حوار اللي هي تطلع في بايونير جورنال ده؟ تمام بصوا بصراحه انا مش متاكده قوي من النقطه دي، بس بيقولوا يعني اللي سمعته ان من كل كلاس، يعني احنا بنبقى كلاس من 5 أو 6 أو وات ايفر، بيطلع منه واحد من ال6 أو دول بيبقى معاهم اعلى جريد في السكشن بتاعهم، واللي هو عاملين البيبر دي بتاعتهم هي اللي بتختار تتنشر في البايونير الجورنال بتاعتهم. مش عارفه بقى هل هي يعني مثلا البروفيسور بتاعي كان عنده 2 كلاسز، كلاس A وكلاس B، هل بقى بتبقى عباره عن التوبيك مثلا كومبيتيشنال فيزيكس كلها تختاروا منه بيبر واحده، ولا من كل كلاس تختار واحده؟ يعني احنا عندنا ما ادوناش اي تعليمات عن حاجه زي كده، ولا قالوا لنا حاجه زي كده اصلا ولا كلام. انا عرفت الموضوع ده من بره. ويعني ومش حاجه وحشه مثلا ان انتوا تجيبوا ان انتوا بتاعتكم البيبر بتاعتكم تتنشرش عادي، يعني انتوا عاملين حرفيا شغل، حرفيا انتوا ممكن تروحوا لاي حد الجامعه تقولوا له انا عملت بيبر، هو مش هيصدقك عشان هو يعني حاجه بجد حاجه كبيره. مش شرط يعني مثلا لو انتوا في بايونير دلوقتي واتقابلتوا، يعني مثلا المهم اهم حاجه بس ان انتوا تستمتعوا بالبروسيس وما تخلوش الموضوع ضغط زياده عن اللزوم، عشان المهم بس تستمتعوا بالبروسيس، عشان البروسيس بصراحه مش مستاهله ان انتوا تبقوا ستريسد على حاجه زي كده. طيب جميل. طيب في الاخر بقى انا هطلع من بايه من البروجرام ده؟ يعني سواء بقى من ناحيه هتعلم ايه، سواء من ناحيه الشهاده بتاعته وهكذا. اوكي هتطلعوا بايه؟ اولا هتطلعوا بريسيرش بيبر، الموضوع بصراحه جامد موت بالنسبه لي يعني. الحاجه الثانيه هتطلعوا يعني بعد ما طلعتوا بريسيرش بيبر هتطلعوا ب2 كولج كريدت تتكلموا بيه، يعني معاكم كانكم خدتوا كورس حرفيا في الكليه او في الجامعه. هتطلعي بمعلومات كتير قوي عن الريسيرش او اللي انت طلعت بيها حرفيا. يعني مثلا لو انت شخص ما تعملكش في الريسيرش خالص،
او كده هتبدا تتعلم ازاي تعمل ريسيرش بكل ريبورتس بكل حاجه، ازاي تعمل اناليسيس للداتا، ازاي تعمل حاجه زي كده. مثلا قلنا الريسيرش هتبدا بجد تبقى عندك معلومات بجد في التوبيك. مثلا يعني في الفيزيكس انا مثلا اعرف حاجات في الفيزيكس يعني مثلا ما كانش مثلا حد قد يعرفها مثلا، او خدناها بعدين حرفيا كان في حاجه اسمها تايلر اكسبانشن، وحرفيا يعني عملتها كومبيوتيت بفيزيك بايثون مثلا، عملتها كومبيوتيت بايثون عشان احسب الساين فانكشن. فاحنا الكلام ده اصلا ما خدناش التايلر اكسبانشن ده اصلا غير بالصدفه في المدرسه، يعني عشان مستر مثلا عندنا بيحب يزود في الحاجه فهو قال لنا عليها. فمثلا وانا اعرف مثلا شويه فينومينز او شويه اكسبلانيشن لفينومينز، انا مثلا لو ما كنتش دخلت في الفيزيكس او حاجه زي كده انا ما كنتش هعرفها. فانا ببدا يبقى عندي معلومات كتيره قوي عن التوبيك اللي انا اخترت عليه ده، بتبقى كبيره جدا. فلو انا بقدر يعني حرفيا انا ممكن يعني مثلا خليتني مثلا حاجه زي كده، يعني مثلا في واي جي ده بروجرام تاني او تيم تاني، انا حرفيا كنت سينيور ريسيرشر، بس كنت ماسكه 5 يعني جونيور ريسيرشرز، كنت شغاله معاهم ان انا اعلمهم يعني ايه ريسيرش، وكنت منتر عليهم في حاجات زي كده. فالحاجات اللي زي دي بصراحه هي بتساعد جدا في شخص، لو انت شخص عايز تسيو يعني ريسيرش عامه في حياتك، فهي بجد بتساعد في حاجه زي كده، وبتبدا بيبقى عندك خبره كبيره قوي في الموضوع. والشهاده بتاعتهم انتوا لو دخلتوا على الويب سايت بتاعهم، هو حرفيا 3 من كل 4 جامعات بتعترف ببايونير. بايونير بجد حاجه كبيره قوي في الابلكيشن، عشان هو بصراحه بروجرام تقيل جدا. الاندر جراديويت بروجرامز فعلا تقيل. طيب تمام، خلينا نرجع لحاجه بقى اتكلمتي عنها من شويه. انت من شويه كنت بتتكلمي على الحته بتاعه الفاينانشال ايد وهكذا، فقلتي ان هي بتتبعت اللي هو الشخص ده في المدرسه، فهو ده مين بالنسبه لي؟ ده مين بالنسبه لك؟ تمام، ده مين بالنسبه لك؟ الشخص اللي رفع الترانسكريبت بتاعه. يعني انت رحت اللي هو مثلا مين بقى في المدرسه؟ مين في المدرسه؟ اللي هو مين حرفيا. يعني مثلا عندنا احنا في المدرسه في معادي مثلا، عندنا ده مدرس انجلش بتاعنا، هو ده السكول كونسلر بتاعنا. ممكن مثلا حد مثلا في مدرسه حكومه مثلا يكون حد من الاداره، لو حد بيقدر يساعد في حاجه زي كده في الاداره، هو احتمال كبير قوي يكون حد في شؤون الطلبه او في الاداره. عندك مثلا هو حد بس يكون هو يعني انت هتحطه في المدرسه يكون هو المسؤول عن رفع الحاجات دي. ممكن تساله في المدرسه، انا بصراحه مش متاكده لو حد من بره او حاجه زي كده يقدر يقدم يعني الحاجات دي ازاي، بس هو حرفيا شخص مسؤول عن الترانسكريبتس والحاجات دي في الاداره في المدرسه عامه. هو ممكن يكون حد من شؤون الطلبه تقولوا له عن حاجه زي كده، تساعدوه في حاجات زي كده عامه يعني. تمام، ده كده انت حرفيا غطيتي كل حاجه بجد. يعني بتمنى ان احنا نكون جاوبنا على كل اسئلتكم بالشكل ده. عندك اي حاجه بقى حابه تضيفيها؟ لا، اتمنى بجد ان انتوا يعني استفدتوا في حاجات زي كده، وبجد يعني انا ممكن هبقى ادخل على اللينك بتاع الحلقه دي، ولو في اي سؤال سبيسيفيك انتوا عايزين تسالوه او حاجه زي كده انا هدخل عليها وهجاوب عليها. تمام، ده جميل جدا جدا. كنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده يا حبيبه، ويعني ادامك الله في فعل الخير كده يا رب دايما كده، ومن ادامك الله من ناشرين علمهم ان شاء الله يعني. بس ده كل حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.